هدف في وقت قاتل في ديربي جابس يحرم الملعب الجابسي من الانتصار ويلقي بظلاله على الأجواء العامة في الفريق. أسبوع صعب مر على ستايدا، الجماهير تمنع الفريق من التمارين مساء الثلاثاء، والمسؤولين يختاروا الهروب للعاصمة لإجراء تربص مغلق قبل مواجهة الإفريقي. احنا كنا على علم معناها انه بيصير ممكن شويه معناها فوضى في الحصه التدريبيه نتاع نهار الثلاث. كانت ممكن باش تمس ممكن الملاعبيه ممكن حتى المدرب. خذينا الاجراءات نتاعنا ونبهنا جمهورنا، كنا عندهم حق باش يلوموا باش كذا، لكن ما توصلش لحد الثالب ولحد الشتم. هذه حاجه اسمها كوره بطلتها ان شاء الله. شو هذايا زعما؟ لا والله لا والله لا نجم انا تو نقول لك شو مش لا بالعكس والله نحكي معاك كذا كالم وبارد على الاخر. انا ما نجمش نتحمل بصراحه ولو بعد جمعه جمعتين وانا ما نجمش نرجع. تصريح اختير لعلي الهمامي مباشره بعد المباراه، وجماهير ستايدا تعبر عن غضبها ضد اللاعب. الامر يتطور ويتجاوز ذلك ويوصل حتى الاتهام بالتلاعب بنتيجه المقابله. هذا ماتش كوره ما عنده شرف الانسان يتمثل، نورمالمون ما يتمثلش. علي الهمامي تعرفوا الناس الكل في جابس سيرتو يعرفوا برشا، عاش برشا في جابس، غلط برشا العباد، دونك سي با فاسيل انك باش تقول معناتها علي الهمامي بايع ماتش. لا اكيد اللي احنا هوني سوليدار مع صاحبنا هذاك اخونا اللي صار في الماتش، يظهر لي نجم يصير مع اي ملاعبي في اي تيران في العالم. يلزموش هو يسلم زاد يهبط يديه ويدعي الى كون اختش، هو داعي قال هذا يزي اخر مباراه الدربي. مش معقول زاد انت ملاعبي ما توقفش كاريرك على حاجه كي هكا. موجة الانتقادات تطال أيضا المدرب الأسعد الدريدي على ضوء اختياراته الفنية في الديربي، وفئة من جماهير الملعب الجابسي تطالب الهيئة المديرة بإقالته. أنا واحد من الناس نحمل المسؤولية أكثرية مش علي الهمامي، نحملها الأسعد الدريدي اللي بصراحة الملعب الجابسي كنا ننتظره وعلى الورق كنا خير من مستقبل جابس وانتدابات غاية في الروعة اللي وفرتها له الهيئة، لكن ما نجمش يتصرف في الافكتيف اللي عنده. مدرب يبدا اليوم ايراني لازم يفكر اللي نجم يتقال في تو مومون. بالنسبه لي انا شيء هذا معناها سافي بارتي دو جو، انا اليوم مستعد باش نمشي تو مومون، اذا قرر باش نمشي ماهيش مشكله، ما سي با لا فان دو موند. معناها الجمعيه ما تغفلها حتى حد، وانا بطبيعتي مازلت معناها نخدم على روحي بقدره ربي اللي جاي خير. هذا الكور احنا ما عندنا حتى مشكله مع المدرب فما دي زوبجيكتيف قلت لك اليوم ملعب الجابسي يخدم عليه. المدرب مع تحقق البقاء، ترشح للدور نصف نهائي كاس تونس، فما مشاركه افريقيه طيبه، فما بدايه موسم ماهيش خايبه، الفريق قاعد يقوم باداء خارق العاده، ما فماش علاش معناتها على خاطر تعادل في مقابل الديربي باش نبدلوا المدرب. العقوبات نشوفها قاسيه، خاصه معناتها معاقبه جمهور النادي بثلاثه مقابلات بدون جمهور. ماذا بينا معناتها في الاستئناف كما صار البنقردان ان شاء الله نشوفوا بعين الاعتبار العقوبه هذه ويخففون منها ولا يلغوها. اجواء متوتره في ستايدا زادتها عقوبات الرابطه تعقيد. فكيف سيخوض الفريق لقاءاته القادمه وكيف سيواجه تحدي ترشح للبلاي اوف؟ على عكس الأسبوع الصعب اللي عاشه الملعب الجابسي، النادي الإفريقي دخل لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة بحثا عن انتصاره الخامس على التوالي ومواصلة سلسلة إيجابية ما عرفهاش منذ انطلاقة موسم 98-99. هذا في غياب أبرز لاعب في تشكيلة اليعقوبي في اللقاءات الأخرى عبد القادر الوسلاتي، مقابلة سبقها تكريم لأشبال الإفريقي بعد مشاركتهم المشرفة مؤخرا في بطولة دانون للناشئين بفرنسا. بادرة طيبة من هيئة النادي الإفريقي على رأس تسليم، جابونا اليوم معناها الاستاد رادس باش نكرموهم، حابوا يجيو يشوفوا صغيرات، شافوا جوالات سنيور قدامهم، قلنا لهم اللي انتوما بلاصتكم تستنى فيكم. نحب نولي كيما الصرار. وانت شكون ملاعب تحب تولي فيه؟ الوسلات، وعلى فكرة انا لقب الوسلات. C'est bien, ils ont gagné la France, Portugal, c'est ça? Vous avez perdu contre la Pologne? Oui. Ah Michel, vous apprenez, et maintenant il faut travailler pour être plus fort, c'est tout. الشوط الأول كان في اتجاه واحد والسيطرة مطلقة للإفريقي، هجوم ضد دفاع. منذ الدقائق الأولى الغندري وخليفة حاولوا يباغتوا سليم الرباعي، لكن حارس ستايدا كان في كل مرة واقف مليح.
الافريقي نوع لعبه، مرة يهاجم الأرقة وتوزيعة الحدادي ما يستغلهاش خليفة كيف ما يلزم. الكرات الثابتة أيضا جابت الخطر، لكن قلة تركيز تقاو العيفة تحرمهم من افتتاح النتيجة. قبل ما يتألق سليم الرباعي على إثر الهجوم المنسق لهجوم الأحمر والأبيض، تسديدة الغندري الرائعة يحطها حارس الملعب الجيبسي بصعوبة في الركنية. الملعب الجيبسي الغايب هجوميا في ال 45 دقيقة الأولى توفرت له زوز فرص في نهاية هالشوط. الأولى كانت تسديدة فوق المرمى من هاشم عباس ما يستغلش كرة راجعة من فاروق بن مصطفى، يتدخل بعدها حارس الافريقي خارج مناطقه امام الشادلي غراب. 0-0 هي نتيجة الشوط الأول، وحيرة على بنك الافريقي امام الاهدار الكبير للفرص. الشوط الثاني يبدا قيس اليعقوبي باقحام اصرار في مكان الجزيري، وجناح الافريقي في اول كرة يفسخ زوز مدافعين ويسدد. سليم الرباعي يبدع في التصدي، الإجابة تجي مباغتة من هجوم ستيدا. يوسف الفوزيعي من مخالفة بعيدة يباغت الجميع، كرة مخادعة تمر أمام الحارس بن مصطفى والدفاع وتعلن عن افتتاح النتيجة للضيوف عكس مجرى اللعب. هدف خلى اليعقوبي يقحم جاك بيسون مكان الوذرفي، والافريقي ينزل بكل ثقله للهجوم. ونعاود نشاهدوا مرة أخرى سيناريو الشوط الأول، فرص بالجملة لزملاء خليفة والنجاعة غايبة. السرايفي في مكان مناسب يحط كرة فوق العارضة، ثم 1-2 من بيسون وشنيحي. دفاع الملعب الجيبسي يتدخل أمام الجزائري قبل ما يضيع صابر خليفة زوز كرات ثمينة أمام المرمى. الأولى يتباطأ فيها يختار الترويض على التسديد المباشر، والثانية يفتقد فيها للحظ، كرته الرأسية تتعدى قريبة من القائم الأيسر لسليم الرباعي. اليعقوبي واصل بحثه على مزيد الحلول لتنشيط الهجومي ويقحم يحيى، ودريدي يحاول استغلال المساحات في دفاع الافريقي بالتعويل على السيفي والمزليني. تغييرات ما جابت حتى جديد للفريقين رغم الفرصة الكبيرة اللي أتيحت للحدادي في الدقيقة الأخيرة من اللقاء. الحاج مبروك يخرج كرة من الشبكة ويحرمه من التعديل، ليحقق بذلك الملعب الجيبسي انتصار تاريخي على حساب الافريقي، وهو الأول ليه في العاصمة مقابل أول عثرة لأبناء قيس اليعقوبي في بطولة هالموسم رغم سيطرته المطلقة على اللقاء. لكن في الكرة السيطرة لا تعني الانتصار. الميريت كله يرجع الملاعبية اللي معناها كانوا كونسونتري معناها بطولة الأسبوع مالجري اللي صار كله كانوا حاضرين باش يعملوا رياكسيون. لعبنا ضد منافس محترم جدا النادي الافريقي كما قلت الملاعبية سي فري ربحنا اليوم ما لازمناش نفرحوا برشا كما في الديفات ولا في الديسيبسيون ما لازمناش نحزنوا برشا ونهبطوا يدينا. الفريق صراحة اليوم شفتوا أنه أدى أداء كبير برشا. الكرة بنطوات هذاك اللي ما عملناش اليوم، عملنا كل شيء كان أن نسجلوا هدف، وشفنا الخطأ الوحيد للدفاع اليوم مدة أكثر من 100 دقيقة كلفنا هدف. هذه سيناريوهات تصير في كرة القدم بكل صراحة. راضي جدا عن مردود الفريق عامة. يبقى اليوم فما معضلة اسمها التجسيم، مادام فماش نقاط حوافز الصحيح الكل باش يتلعب في البلاي اوف، ونتصور أنه النادي الافريقي عنده من الامكانات توا سواء بشرية فنية ما بين الثلاثي بعد كلام اخر